أخباركم إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم عليه سلاما تاما، على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وعلى آله وصحبه وسلم، واستسقى الغمام بوجهه الكريم. في أخبار كده في الدوري المصري والكرة العالمية. بيراميدز هيروح يلعب بقى مع صن داونز على نهائي دوري أبطال أفريقيا، ورمضان صبحي تعافى وهيلعب معاهم المباراة يوم 24 اللي هو يوم السبت. عدا رمضان صبحي لاعب بيراميدز لقائمة فريقه في مواجهة ميلودي سان داونز. طبعا احنا بنقول لبيراميدز يعني ايه، يعني يشدوا حيلهم بقى ويفوقوا في افريقيا، يعني مش عايزين افريقيا تخرج من مصر، ويسافر بيراميدز لجنوب افريقيا غدا اليوم الاربعاء من اجل مواجهة سان داونز في ذهاب نهائي ابطال افريقيا. وتقام بيراميدز السبت الساعة 4 عشان طبعا بيلعبوا الساعة 4 عشان هما بيبقوا متعودين على الجو. يوريشيتش المدير الفني بقى للقايمة، شناوي وكرامي ويوسف نادر وأحمد ميهوب 4 حراس مرمى. خط دفاع علي جبر وأحمد سامي ومحمود مرعي وأسامة جلال والشيبي المتألق وطارق علاء ومحمد حمدي وكريم حافظ وأحمد توفيق. خط الوسط محمود عبد العاطي، مهند لاشين، بلاتي توري، وليد الكارتي، أحمد عاطف، رمضان، مصطفى فتحي، عبد الرحمن مجدي، يوسف ورهم أوباما. خط الهجوم فيستون مايلي، مروان حمدي، ودودو الجباز. والعودة هتتلعب في القاهرة يوم 1/6. بقول لك يا جماعة، في السعودية في نادي اسمه نيوم حجازي بيلعب فيه، مهتم بضم إمام عاشور مقابل 5 مليون دولار. بالتالي الأهلي مش هيفرط فيه نهائي. يهتم نادي نيوم الصاعد حديثا صعد إلى الدوري السعودي في ضم نجم الأهلي إمام عاشور، وحسم نيوم تأهله للدوري السعودي بعد تصدر دوري الدرجة الأولى. وكشفت صحيفة عكاظ السعودية عن اهتمام نيوم بضم إمام عاشور مقابل 5 مليون دولار. إمكانية زيادة المبلغ المعروض على الأهلي من أجل إتمام الصفقة. واضح أن العرض قدمته إحدى الشركات الرياضية التي تتولى تسويق اللاعبين. الموضوع بتهيألي صعب. طيب، مرموش امبارح أسعدنا وأبهجنا بهدف ما شفناش زيه في العالم من سنين، في السوكة أو في المقص، في مرمى بورتسموث، وهم كسبوا 3. وطبعا صعب ترقب على المركز الثالث في الدوري بعد الفوز ده. قاد الدوري المصري عمر مرموش مانشستر سيتي للفوز على بورتسموث بثلاثية وهدف ولا أروع، وفاز مانشستر على بورتسموث 3-1 ضمن الجولة 37. طبعا جوميز طلب فلوسه بتاعت الزمالك، طبعا وقالها يروح يشتكيهم، فعمرو أدهم رد: حريصون على تسوية مستحقات جوميز بشكل ودي. شدد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك على حرص النادي على تسوية مستحقات جوميز المتأخرة بشكل ودي. طبعا عبر المركز الإعلامي: سيتم التواصل مع جوميز لتسوية المستحقات المؤخرة بالقطاع 120,000 دولار له وللجهاز المعنوي. طبعا عبد الله السعيد، تعطل مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد بسبب تمسك ب40 مليون جنيه. تمام. تعطل مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد في الساعات الأخيرة بسبب تمسك اللاعب بطلباته المادية. وعلم أن عبد الله السعيد متمسك بالحصول على 40 مليون جنيه في الموسم، ويرى نادي الزمالك المبلغ مبالغ فيه ويسعى الوصول لرقم أقل من ذلك. ويسعى الزمالك تجديد تعاقده مع عبد الله السعيد، والذي انتهى عقده بنهاية الموسم الجاري. كان اللاعب يريد عقده لمدة موسمين، إلا أن الزمالك توصل لاتفاق مع التجديد لموسم واحد، ثم العام الآخر يكون بالاتفاق بين الطرفين. شارك عبد الله السعيد في 34 مباراة خلال الموسم الجاري، سجل 4 أهداف وصنع 4.
ويستعد الزمالك مواجهة بتروجيت يوم 24 يوم السبت. تمام. ويختم الزمالك مباراته يوم 5/6 في نهائي كاس مصر ضد بيراميدز. غزل المحلة بيقول عمرو الجزار الأهلي أبرز المهتمين بضم عمرو الجزار ابن الشرقية طبعا. كشف وليد خليل رئيس لجنة شركة نادي غزل المحلة عن ترقيع عمرو الجزار المدافع الفريق عدة عروض أبرزها من الأهلي. ويقدم امتد عمرو الجزار حتى صيف 2027. قال وليد خليل على القناة الأولى عمرو الجزار لديه عدة عروض وأبرزها من الأهلي. تلقينا عروضا قدر ضم محمد أشرف ومحمد علي بن حمودة، لكننا لم نحسم أي شيء حتى الآن. عمرو الجزار كان منضم لنادي غزل المحلة في الصيف قبل الماضي قادما من نادي العبور، فيما انضم محمد أشرف قادما من لافيينا ومحمد علي بن حمودة قادما من الترجي. غازل المحلة يحتل المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة. تعالوا بقى نقول النتائج بتاعت امبارح كانت جميلة. مانشستر سيتي كسب بورتسموث 3-1. طلائع الجيش طبعا الإسماعيلي بيلعب في كأس العاصمة تعادلوا 0-0 مع طلائع الجيش، والإسماعيلي كسب 5-4. البنك الأهلي كسب مودرن سبورت 1-0. الاتحاد السعودي كسب الشباب 3-2. الأهلي بقى في السلة يا جماعة 110-61 ضد الزمالك. كريستيال بالاس وولفر هامبتون 4-2 لكريستال. قادسية والعروبة 3-1.